اهلا بيكم فيديو جديد ومعاكم نهى في ريفيو جديد. النهارده الريفيو بتاعنا اتطلب مني كتير وهو عن برفانة او سويت اللي نزلت معانا مؤخرا في اوريفليم. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا وتعرفوا رأيي فيها بالتفصيل، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نتكلم عن البرفان الحلو بزيادة اللي معانا النهارده. زي ما انتوا شايفين معانا النهاردة البرفان الجميل الرائع السويتي المسكر المكرمل اللي كله فانيليا، وهو اسمه او سويت دوليتشي. كمية السكر والحلويات اللي في البرفان دوت تفتح محل حلويات. البرفان دوت رائع بجد. اول ما شميته انبسطت جدا من ريحته، لان انا بحب البرفانات السويتي، والبرفان دوت قنبلة سويت. البرفان دوت المقدمة بتاعته الحلوى والخوخ واليوسفي والكشماش الاسود، وكلها حاجات مسكرة، والقلب بتاعه هو الياسمين وزنابق الوادي، والقاعدة بتاعته كراميل وحبوب تونيكا وخشب صندل وفانيليا. انتوا متخيلين معايا كمية الحاجات المسكرة اللي موجودة في العطر ده؟ عندنا في المقدمة بتاعته حلوى، يعني اللي هي الحلويات دي، وخوخ الخوخ المسكر، واليوسفي برضو يوسفي مسكر مش اليوسفي اللي هو الحمضي، والكشماش الاسود ده برضو فاكهة مسكرة. القلب مش باين، الياسمين والزنابق الوادي ده مش باين فيه ريحة الزهور بقوة، اللي باين بقى ومتربع على عرش البرفان ده هو الكراميل، في حتة سبايسي من حبوب التونيكا، وطبعا خشب الصندل مديله كده حبة قوة. البرفان رائع بامتياز للناس اللي بتحب الحاجات السويتي. هم واصفينه كده باختصار، كاتبين ان هو حلو ومكرمل وفيه فانيليا، يعني ده الوصف المختصر بتاعه. الشكل الازازة زي ما انتم شايفين كيوت قوي، ولكن فكرتني بشكل ازايز الدواء، يعني ما حسيتش ان شكلها مبتكر. لو كانوا عملوها على شكل حاجة فيها سويت كانت هتبقى تحفة، يعني كان هيبقى شكل مبتكر مع ريحة مبتكرة، خصوصا ان اورفلام اول مرة تروح للحتة دي، حتة السويتي اللي هي من الاي تو زد، من الالف للياء، برفانة سويتي من العيار التقيل. فانا بصراحة ما عجبنيش الباكجينج في المجمل، لكن عجبني شكل الازازة كيوت، والغطا يعني لطيف ماشي حاله. حتى العلبة من جوه فيري تشيب، يعني ما فيهاش حتى العلبة الكرتون اللي هي بتحافظ على البرفان من صدمات، يعني يعتبر العلبة بتاعته دي هي بس اللي كان جواها البرفان، اللي هي العلبة الخفيفة قوي دي. فالعطر مقارنة بالباكجينج بتاعه، الباكجينج مش احسن حاجة، ولكن العطر بصراحة ريحته حلوة قوي 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 لمحبين الشوجري. انا بقى شميت في العطر ايه؟ الكراميل. طبعا ريحة الكراميل واضحة جدا مع الحلوى والفواكه، ريحة الخوخ مع اليوسفي واضحين مع الريحة المكرملة والفانيليا، والقاعدة طبعا خشب صندل مدياه ثبات كده ووضوح وقوة. يعني البرفان لما بترشيه بتقولي انا اهو، انا موجودة، يعني انا ما بينكم. ورغم ان هو اودو تواليت الا انه فواح وثابت وجوده كده، ثابت حضوره. فانا كبرفان عجبني، كريحة عجبتني جدا، لكن كباكجينج بصراحة ما حبيتش. يعني حبيت ان هو ازازة لطيفة خفيفة ممكن تحطيها معاكي في الشنطة. هو خفيف طبعا، هو حجمه 50 ملي زي ما انتوا شايفين. انا انبهرت بالثبات والريحة، لكن الباكجينج كنت اتمنى ان هو يبقى احسن من كده في التغليف، حتى في شكل الازازة. ده كده كان رأيي في البرفان بتاع او سويت. انتظروا كمان في برفانات جديدة ان شاء الله من اورفلام قريب، هعمل لكم عنها ريفيو في القريب العاجل، وهعمل لكم بقى ريفيوهات مفصلة عن البرفانات اللي انا كلمتكم عنها بشكل سريع. فانتظروا ريفيوهات كتير جميلة ومميزة عندنا على القناة. عايزة كل اللي جرب البرفان دوت يقول لي رأيه في التعليقات. عجبتني قوي المقولة بتاعت treat yourself، يعني عالجي نفسك. هما عارفين ان البرفان دوت لأي أنثى هو العلاج، لان احنا كلنا كبنات بنحب الريحة المسكرة السويتي اللي بتدينا طاقة، بتدينا حيوية. انا شايفة
ان البرفان ده برفان كله طاقة، يعني هو السكر عموما بيدي طاقة، فهو برفان الطاقة بالنسبة لي. انا شايفة ان هو مناسب لكل الاوقات. في ناس ممكن ما تتقبلوش الصبح لان هو انا شايفاه قوي، لان هو ريحة قوية، لكن انا شايفة ان هو مصيف ينفع، صيف ينفع، ربيع ينفع، خريف ينفع، وشتاء برضو لانه ريحته قوية. بس انا افضل ان انا احطه مثلا من بعد الظهر بالليل لان ريحته قوية. لكن لو انا بقى في بحر بقى وحاجات كده احطه عادي الصبح مفيش مشكلة، لان ريحته هتكون موائمة للفايبس دي. انا عن نفسي حبيت الريحة والثبات وجمال الريحة. يعني انا بعشق او انا متيمة بالبرفانات الشجري. فالبرفان ده توليفة مظبوطة، يعني زي ما بيقولوا كده على المظبوط، وهو اسم على مسمى او سويت، يعني حاجة مسكرة. انصح كل البنات اللي بتحب البرفانات الشجري ان هي تجربه، لانه هيكون تجربة حلوة جدا وهيعجبهم جدا. مستنية رأيكم في التعليقات تحت، كل اللي جربوا يقول لي عجبه ولا ما عجبوش، واشوفكم في ريفيوهات حلوة كتير وفيديوهات احلى على خير. باي باي.